السلام عليكم، معكم عبد الرحمن إبراهيم. الفيديو ده الجزء الثاني من فيديو أهم 4 حاجات أساسية للقبول في أي منحة، ومن غير أي واحدة فيهم للأسف مش هتقدر تتقبل في أي منحة. هتلاقي الفيديو الأول في الوصف وأول تعليق وقوائم التشغيل على القناة، اتفرج عليه عشان تفهم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات الجزء الأول يعني عن أول حاجتين من أهم 4 حاجات للقبول في أي منحة، وهما الإنجليزي وتطوير نفسك، واتكلمنا عنهم تفصيلا. الفيديو ده معانا اخر حاجتين وما بين قوسين كده من اهم 4 حاجات اساسية للقبول في اي منحة، وفي حاجات تانية كتيرة بس دول اهم 4 حاجات من غيرهم مش هتتقبل اصلا، اما باقي الحاجات ممكن تتقبل من غيرهم بس مش اكيد، مهمين برضو. تالت حاجة معانا وهي الفولنتيرز، التطوع. اي منحة حاليا لازم تثبت لهم انك متطوع في اي حاجة ايا كانت الحاجة دي ايه، اهم حاجة تكون متطوع وتثبت لهم ان التطوع ده اثر في حياتك وغير لك حياتك، وكل الكلام ده هو عايز يتأكد انك ليدر، قائد، قادر انك تمسك تيم، انك مبادر، بتبادر لمساعدة الناس. انت ممكن مثلا تكتب لهم وتثبت لهم في الكتابة انك قائد وبتساعد عيلتك، وكل الكلام ده بشكل حلو يخليهم فعلا يتأكدوا ويعرفوا انك ليك دور قيادي في حياتك. الأسطورة بتقول انه في سؤال عند 95% من حضراتكم، وهو اتطوع مع مين وازاي وهعمل ايه. نمسك اول حاجة معانا وهي اتطوع مع مين. اولا هو في كذا حاجة ممكن تتطوع فيها، اختصارا كده عقبال ما ابقى اعمل لهم فيديو. ممكن تتطوع مع رسالة او صناع او مرسال، شوف اني واحدة اقرب لك فيهم وروح قول لهم عايز اعمل استمارة تطوع، هيعملوها لك على طول وهتتطوع معاهم بكل سهولة. وفي فكرة تانية حلوة قوي، انك تتطوع مع كوميونيتي على الواتس. هتقولي يعني ايه اتطوع مع كوميونتي على الواتس؟ هقولك الموضوع بكل بساطة. انا شارح في فيديو على القناة اسمه ازاي تتطوع وانت في البيت وتقدر تاخد شهادة، بس اختصارا كده انت مش هتخرج من البيت، انت هتشتغل وهتساعدهم اونلاين من على التليفون، وهتاخد جوائز وشهادات بعد كل سيشن. شوف الفيديو وهتفهم كل حاجة، وخد بالك ان الموضوع سهل، وافتكر ان التطوع من اهم الحاجات للقبول في اي منحة. رابع حاجة معانا والأخيرة، وأنا متعمد أسيبها آخر حاجة عشان فيها كام تريكة كده مهمين، وهي درجاتك في المدرسة. وهنا يجي الصدمة بقى، هو أنا هتعلم إنجليزي ولا هطور من نفسي ولا هتطوع ولا هذاكر؟ يوصفني يا صديقي أنا أقول لك إن ال4 حاجات دول بيكملوا بعض، يعني لو واحدة فيهم وقعت منك للأسف مش هتقدر تاخد منحة. ولكن في ناس كتيرة درجاتها وحشة في المدرسة وبيقدروا ياخدوا منح حلوة جدا. طب إزاي؟ هقول لك أنا. اصل اهم حاجة بالنسبة لهم هو الشخص، يعني ممكن يبقى درجاتك في المدرسة حلوة وبالغش مثلا ومش متطوع، وتعرف اي حد مثلا جاب لك شهادة تطوع وما بتعرفش تتكلم انجليزي مثلا، وفي الابليكيشن ترجمت الكلام وحلته بالانجليزي مثلا يعني. فهم ما بياخدوش بكل الكلام ده، اهم حاجة عندهم الشخص نفسه، وطبعا كل اللي بيعمل كده بيتكشف في الانترفيو وبيعرفوهم حتى لو عملوا ايه. السؤال بقى، لو درجاتي وحشة في المدرسة هقدر اخد منحة؟ للأسف لأ. استنى بهزر معاك، لأ هتقدر تاخد منحة، لأن زي ما قلت لك هم أهم حاجة عندهم الشخص مش الورق. وطبعا في الانترفيو كل حاجة بتظهر على حقيقتها، وهم بيعرفوهم فبينكشفوا بيظهروا على حقيقتهم. فانت هتقدر تاخد اي منحة لو الانجليزي بتاعك حلو وبتطور نفسك ومتطوع. ما تقلقش، حاول تهتم بس انك تطور نفسك وتطور اللغة عندك، اهم من الورق. طبعا مش بقولك ان الورق مش مهم، ولكن هو عايز يشوف شخص قدامه مش عايز يشوف ورق، وده المهم. فحاول تطور نفسك وتمبروف يور سيلف كل يوم على الاقل، او على قد ما تقدر يعني. ودول كانوا اهم 4 حاجات اساسية للقبول في اي منحة. ما تنساش تشوف الجزء الاول، هسيبهولك في الوصف وفي اول تعليق. ولو عايز نصايح للمنح وتعرف تريكات للقبول اكتب لي في التعليقات. واخيرا وليس اخرا، اي حد من حضراتكم عنده اي استفسار يكتبوا لي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.